احلى كوبايه شاي لاحلى حاج ربيع في الدنيا. عايز كام يا حماد؟ لا هو فيها ايه يعني يا حاج، وانا مش هعمل لك شاي لما اكون عايز منك حاجه؟ عايز كام يا حماده؟ اخلص جاوب على السؤال. عايز كام حماده؟ انت عمرك ما عملت لي شاي في حياتك. هما كوبايتين شاي اللي انا طفحتهم. من الكوبايه الاولانيه كنت شايل 6 مواد، والكوبايه الثانيه كنت عامل حادثه بالعربيه، كنت شايل نصها لقداماني. حصل. فاخلص يا حماده. عايز كام؟ انا الصراحه كنت عايز اروح مع اصحابي يومين 3 دهب كده. انا برضو انا يا حماده السؤال اللي انا بساله ده اجابته رقم. انا عايز رقم. لكن انت بتستاذن مني انك رايح يعني يومين 3 ان شاء الله تقعد هناك 3 سنين. انا موافق على، انا مش عايز اشوف خلقتك اصلا. لو على المبدا انا موافق. حماده انا سؤالي ده اجابته رقم. انا عايز رقم مره واحده كده في وشي وقوله لي يا ابني الله يكرمك. انا محتاج الصراحه 10000 جنيه. ايوه شكرا يا حماده. لا تسلم يا ليه بس انا يا مش حاج؟ عايز شاي يا حماده. انا مش عايز شاي. الشاي عندكم غالي قوي يا حماده. 10000 جنيه. 10000 جنيه يا حماد. 10000 جنيه. انت دماغك فيها حاجه؟ ده هم يا دوب يا حاج. انت بتقول ايه 10000؟ انا يا ابني انا شهر 7 دي واضح ان هو هيبقى انيل من شهر 6 اللي فات. يعني خد بقى، يعني دخلنا كاس العالم وخرجنا وميسي والحكم ويجري يلا وروح يلا والكلام، وببص في النتيجه النهارده لقيته يوم 11. انت متخيل؟ وانا على الله يعني انا مش فاهم. وبعدين دهب ايه يا حماد؟ دهب ايه؟ انت ليه يا ابني بقيت عايش ارستقراطي كده؟ انا مش عارف. ده احنا بنبقى راجعين من راس البر مخبيين المشبك والجنط عشان الناس ما تحسدناش وبتاع، تقول لي راح دهب مره واحده كده. التهبل يا حماد. انا مش عارف انت دماغك فيها ايه. اهدى كده يا حماد الله يكرمك. ايه طب خلاص نخليهم 5000 يا حاج. 5 ده النص مره واحده كده؟ انت ضلالي. يالا انا ما شفتش كده في الدنيا الصراحه يعني. لا لو 5 نتكلم اديني الشاي كده. لو 5 نتكلم بقى. ايوه يعني انت كده موافق؟ لا مش موافق ولا حاجه. انا قصدي الرقم يعني قرب نتكلم وكده. لكن 5 دي انا عايزك تفوق من الوهم اللي انت عايشه ده. هي حلوه دهب يا حماده، تستاهل يعني. طبعا. هو انت عمرك ما رحت دهب يا حاج؟ يعني ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها دهب يا عم. انا دهب دي ظهرت من كام سنه بالنسبه لي. انا ما كنتش اعرف حاجه اسمها دهب. الصراحه يعني انا رحت راس البر بعد الجواز. انا كنت باخد تنفو المواصلات وانا رايح الشغل بقى بتاع الكلام دي كله. كنت بقشر وانا واقف في الموقع. كنت بنزل موقع زي ما كنت بقشر مكاني كده. فانا الصراحه ما كنتش اعرف الكلام ده يا ابني. انا بعد الجواز بقى قالوا لي لازم مصيف وبتاع والكلام. دهب مين يا عماد؟ دهب مين الله يكرمك؟ انا ولا هشوفها مصيف ولا هشوفها سباق ولا هشوفها باي شكل من اشكال الكلام ده. الله يكرمك يا حماد. طب يا حماد ان شاء الله اديك خليهم 4. خليهم 4. انا زي ابوك يعني. هديهم لك قسط ان شاء الله كل شهر 1000. بس هجيب فلوس منين يا حاج وانا رايح مع النهاية؟ ما يا حماد انت معاك فلوس اكتر مني يا عم. بلاش عليا بلاش عليا الله يسترك. روح كده وانت ان شاء الله هتمشي هتسلك والله. بس انت سلك النيه وهي هتسلك. تسلك وما عادش تعمل لي شاي تاني. ما اشوفكش داخل عليها بشاي. الله يبارك لك. ده هو غير ان هو ما يتشربش فهو غالي قوي. الله يبارك لك يا عماد. اخفى ما تحرمش منك يا حاج. ايه الهم دي؟ هو ينفع اجي معاك ولا يا عماد؟ ايه؟ ايش